طول ما انت ماشي بتقول أنا فخور إني مسلم، أنا فخور إني مسيحي. ورينا ده بالأفعال بين الناس، في تعليم دينك ليك، في إنك تسامح في عز الوقت اللي قلبك مليان قسوة، وإنك تعرف إن البطل غير منتقم أقوى. أكتر حاجة بتوقف الحرب هي التسامح، وأكتر حاجة بتوقف الغل عدم الانتقام. ربنا نصحنا وقال العفو عند المقدرة، سامح واعفو وحط بينك وبين الشخص حدود، فالله يدافع عنكم وأنتم صامتون. إزاي بتكون فخور بدينك وانت بتاخد حقوقك بطرق ملتوية؟ لازم تعرف إن دينك علمك ما تطعنش بني آدم في ظهره، وما تخدش في أعراض الناس، وما تكذبش حتى لو فيها موتك. علمك ما تستقواش على بني آدم ضعيف، وما تجيش على الظالم وتاخد حقك بشهادة زور، واوعى تدوس على الناس علشان مصلحتك. علمك إنك تسند المحتاج والضعيف، وإن الجنيه الحلال أحسن من 1,000,000 جنيه حرام. دلوقتي الناس بتحترم الشخص لنفوذه وسلطته، صدقني الأحسن تحترم الشخص لذاته ولشخصه. النفوذ والسلطة بتنتهي، واللي هيدوم هو الشخص نفسه. أخلاقك هي سلاحك في الطريق. ابذل مجهود في رحلة حياتك، وده اللي ربنا هيكافئك عليه. خلي عندك حسن نية، وده اللي هيزود لك رزقك. إخلاصك وصدقك هو اللي هيفتح لك الأبواب. خليك بشوش واضحك في وش الناس، واجبر بخاطر البني آدم اللي محتاج يتجبر بخاطره. بين للناس إن دينك دين أفعال مش أقوال. عايزين أقوال يؤكدها أفعال. بين للناس عظمة دينك في عظمة أخلاقك.